باتحادنا كعرب وباتحاد الدول العربية والجمعيات العربية. وأنا لمست خلال 17 عاما وخريجة جامعة القاهرة للتاريخ الحديث والمعاصر ماستر دكتوراه، فلمست أن التكافل الاجتماعي موجود في أرض مصر وتعلمنا منها. وهذا جمعية المرأة السودانية في مصر تحت التضامن، وأيضا اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار تحت الوحدة الاقتصادية اللي أسسها جمال عبد الناصر باتفاقية عربية دولية ليكون هنالك تكامل اقتصادي. ونعمل في نهاية مؤتمرنا أو نهاية وجودنا الآن في هذه القاعة المباركة أن نطلع بتوصيات لأن يكون هنالك تشبيك دائما بيننا. شكرا للجميع. شكرا للجميع. الرجاء الشخصي بس الوقت بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا الدكتورة صباح الصالح من طبعا أكيد نحن في هالسنين اللي مروا ساعدنا عدة أطفال ببعض الدول العربية اللي هي بحاجة لمساعدة، لكن يعني للأسف أنا بقول عشان الوضع الاقتصادي هلا سيء على العالم كله، تقلص شوي من عملنا لتقديم المساعدات للأطفال. أنا بتمنى بهاليوم العظيم عن جد اللي جامع قام وقامات وجمعيات واتحادات إنسانية بعالمنا العربي، أنا بتمنى يكون في اهتمامنا أكثر وأكثر بطفلنا العربي، اللي أطفال العرب اللي هي عم بتعاني من عدة مشاكل، الفقر والاغتصاب والقتل ويعني عدة أشياء ما بدي إنه فأنا بتمنى على حضراتكم يكون في مساعدات وجمعيات إنسانية تعتني بحقوق الطفل اللي هلا الطفل العربي بهالزمن بحاجة لمساعداتنا. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. شكرا جزيلا للاستاذ سعيد والاستاذ محمد لشرحوا المقابله. شكرا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. أنا الكاتبة الصحفية صباح مكرم، إعلامية وعضوة في لجنة حقوق الإنسان ومرشح سابق لمجلس النواب. يشرفني للسنة الرابعة على التوالي أنا بغطي المؤتمر مع الدكتور محمد عامر ودكتور سعيد. يشرفني التغطية لجميع الدول الموجودين معانا في المؤتمر. شكرا لك. شكرا لك. نورنا. اتفضلي يا السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور دويني محمد المجدوب من ليبيا، ناشط في منظمات الخدمات المدنية والاجتماعية لرعاية الأيتام. نشكر أرض الكنانة على هذه الاستضافة وأهل الريادة، ونتقدم نتقدم إن شاء الله. ألف شكر معاليك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد الخضري، إعلامية وصحفية مصرية، والمفوض العام ومدير جمعية سفراء السعادة ومؤسسة أيضا سفراء السعادة، وهي لها شقين. الشق الأول سريعا، الجمعية بتدعم برضو الأطفال وبتدعم الأسر الفقيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر. حبيبي تعال أعمل لك لقاء بره. تعال أعمل لك بره. في كمان جزء دعم تأثير ودعم اجتماعي. الأستاذ سعيد هو المسؤول هنا عشان صوت.